جوميز سابنا ومشي في اهم مرحله في الموسم، داخل على تصدر كونفدراليه، داخل على تصدر دوري. هنتصرف ازاي؟ مين الغلطان، الاداره ولا جوميز اللي خاين؟ حلقه جديده على قناه اللوتوس. جوميز قبل ما اجي الاداره انت كنت مدرب قاعد في البيت، جبناك ورجعناك للسوق تاني، جبت لنا كونفدراليه وسوبر افريقي، يعني عملت اسم معانا. تسيبنا وتبيعنا وتمشي كده، انا ما عنديش مشكله انه يمشي، لان هو سيبك انه كانوا بيقولوا هو عاشق للزمالك. ما فيش مدرب اجنبي بيبقى عاشق للزمالك، بيبقى عاشق للفلوس او للاسم او لاسمه او لكاريره اللي هيحسنه من خلالك. جوميز مشكلتي معاك ان انت لما كانوا بيسالوك تقول لا انا ما عنديش عرض. يا عم جوميز عندك عرض؟ لا ما عنديش عرض. واداره الزمالك كانت تصدق وتقول له تاخر عليه مستحقاته. فاول ما جاله عرض قال المستحقات دي اعتبرها الشرط الجزائي وسلام انا ماشي. ما تقولوش عليه خاين، خاين ووفي في حبيبك، واحد ليه معزه عندك. جوميز احنا بالنسبه له مفيش معزه، مفيش ود ما بيننا عشان نقول عليه خاين. هو مساله شغل، انا جاي اشتغل تديني فلوسي، خلاص جالي عرض احسن مشي. شكرا يا جوميز، وشكرا على الخازوق اللي لبسته لنا. اداره الزمالك نخش في الاهم. اداره الزمالك ايه ده؟ مدرب ما بتدلوش مستحقاته ومقتنع انه هيصبر عليك. هو مش شيكابالا ولا عمر جابر ولا عبد الله السعيد اللي هيصبروا عليك. ماشي وسابك. شرط جزائي ضعيف جدا، 150,000 دولار، ده بالنسبه للسعوديين فطار. حتى بالنسبه لك انت لو خليته 700,000 تقدر تتحرك بعديها باي مدرب. 150,000 دولار مش هتقدر تتحرك مع مدرب بيهم. وما ادهملكش لان انت قال لك انا ليا 3 شهور خدهم. انت مش دافعهم مش مجهزهم. انت اداره الزمالك ما امنتش جوميز. ما تقوليش ان انت لما كتبت العقد ما كنتش ضامن انه هيكمل. ليه بعد السوبر الافريقي ما رحتش عدلت عقده واديته 100,000 مثلا، وكان 50 اديته 100,000 وخليت شرط الجزائي 700؟ ما تقوليش هو ما كانش عايز يعدل. كانش عايز يعدل يبقى كنت تبتدي تدور على مدرب تاني تجهزه مرتباته الناقصه عشان يدفع لك الشرط الجزائي. انت اداره الزمالك تخاذلت وجوميز قال لك سلام. اداره الزمالك تتحمل كل المسؤوليه، تتحمل. وتخاذلت في كذا صفقات اللي فاتت، تخاذلت في بوبنزا، تخاذلت في لعيبه كتير راحت مننا، وفي الاخر مشلاك وعمر فرج. مش هطول على اداره الزمالك، نخش على المدربين الجايين. الاقرب جروس، بعديه ميكالي، بعديه زيمباور. جروس مدرب الزمالك السابق هو الاقرب، وغالبا بيقولوا هيتم الاعلان عنه بكره اللي هو 14/12 او بعد الماتش المصري. انا ضد جروس ده مبدئيا بقى. جروس من اعظم المدربين اللي دخلوا في تاريخ نادي الزمالك، هو وفريرا، ده شيء مفروغ منه. جروس اخر تجربتين ليه فشل مع اهلي جده وفشل مع شالكه. وشالكه ناس طلعوا لعيبه طلعت واداريين بيقولوا كان بينسى التشكيل وكان بينسى اللعيبه. تيجي انت تروح جايبه هيخش في البلد هيتلخبط بين عمر جابر وعبد الله السعيد. هو شيكابالا هيميزه عشان شيكابالا خاص شويه. احنا هنهزر يا جماعه؟ مستحيل. جروس لو جه هيخلي المساعدين يشتغلوا وهو يقعد عامل كده. جروس بتاع 2019 كان هو اللي بيحلل، هو اللي بيغير، ده ما كانش بيسمع المصريين اللي معاه. هيجي لك مدرب هش نفس فريرا الموسم الثاني. يعني خدنا دوري وكاس مع فريرا بعد موت ابنه، خلاص الدنيا فصلت عنده فصل شحن. هيبقى هو ده، هيبقى ده جروس. غلطه غلطه غلطه. جروس ما ينفعش يجي نهائيا. مدرب بقاله 5 سنين بره الفكر التدريبي، بره ان هو كل يوم يمرن. هتجيبه يقعد يمرن ويعمل في اهم لحظه من الموسم ويتعادل مع المصري في الكونفدراليه ويخسر منهم وتطلع ثالث وتطلع او تطلع ثاني فتلعب نهضه بركان فتلعب كذا؟ ليه الدوامه دي؟ ليه واخسر الدوري ليه وامشيه واجيب معتمد جمال؟ ليه الدوامه دي؟ جروس لا 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 تماما. المرشح الثاني ميكالي، فيها وعليها. لو جابوه مش هنتقد ومش هعظم، هتفرج، لان هو مدرب ورانا مع الاولمبي بعيد عن 6-0 يعني، ورانا انه ممكن يبقى حاجه. لكن مش هقول لك لا ما ينفعش يجي، مش هقول لك يجي 50-50. هيعرف يتعامل مع النجوم الكبار؟ محدش يعرف. كالي ريسك ريسك. انا بالنسبه لي زيمباور لازم هو اللي يجي. ليه بقى؟ درب في افريقيا، كسب مع الرجاء الدوري بدون هزيمه، مش متاكد في حته بدون هزيمه، بس كسب مع الرجاء الدوري. درب في افريقيا، مدرب عنده خبرات في افريقيا وصغير في السن. ده لو جه نسبه فشله هتبقى مثلا 20 في 80-20 لنجاحه. جروس نسبه فشله اكبر. ميكالي 50-50. العب على السيف سايد، روح خلص معاه. مرتبه ضعيف جدا، مش زي بكلمك في رومن دياز، كيروش، الناس دي. وبعد اذنك اي مدرب هتجيبه اعمل شرط جزائي. اعمل، مش هقول لك اتنيل، اعمل شرط جزائي. ليه؟ عشان ما يجيش
يصحى الفتح السعودي كده والله ابغى هذا مدرب الزمالك 900,000 دولار ويروح دافع. لو انت عامله 900,000 دولار، ال 900 دول هيفيدوني بجد 50 مليون ولا 40 مليون، لكن 150,000 دول مش هيمشوك، مش هينفع. وانت اصلا ما بتدفعش مرتبات فبيسيبوك ويمشوا. ادفع مرتبات، اتصرف من اي حته، اتصرف وادفع مرتبات وحط شرط جزائي عالي. هتقول لي اجيب الكلام ده منين؟ الاهلي في 2000 لحد 2019 ما كانش بياخد افريقيا، ما كانش بيروح كاس العالم للانديه، كان بيجي جاب حسين شحات 5 مليون دولار. عنده رجال اعمال، انت ما عندكش رجل اعمال، ما انت عندك رجال اعمال قد كده، خد فلوس وادفع. ما ينفعش خلاص. اداره الزمالك انتوا عدتونا بحاجات كتير وما بتتحققش. ممكن اسال سؤال، ليه الزمالك في نفس الدوامه؟ ليه الزمالك لما بيمشي منه مدرب يروح السعوديه بتفكر في الماضي؟ اروح اجيب كارتيرون تاني، طب لا اروح اجيب باتشيكو تاني، طب احنا شويه بقى هيفشل جروس، اروح رايح مرجع اوسوريو فيفشل، فاجيب ميتشو فيفشل، فرجع مين بقى؟ معتمد جمال فيفشل. ليه لازم الدايره دي؟ انت لما طلعت من الدايره وجبت جوميز جاب لك سوبر افريقيا وجاب لك كونفدراليه، اطلع من الدايره. شويه شويه بقى هنجيب فريرا او ابنه الله يرحمه، هيكون الاثنين ماتوا اصلا. ايه يا جدعان ده؟ مش لازم الدايره، مش لازم السيف زون، ده انتوا خنقتونا. لازم الفكر التقليدي. بيقول لك مدرب عارف اللعيبه. جروس مين اللي عارف اللعيبه؟ بعيدا انه لو ناسي، جروس اللي اتدرب معاه مين؟ طارق حامد مش في الزمالك. جروس ما دربش ولا واحد من الشباب دي اصلا. يا جدعان الله يستركم، جروس هيجي يدرب محمد عاطف، جروس هيجي يدرب مصطفى هيموت وهنعمل مشاكل ما بين سويسرا ومصر. طب ليه؟ هات زنبار صغير في السن وهينفعك، وخطر انه يفشل اقل. وارجو محمود فتح الله. لا بتقول محمود فتح الله، محمود فتح الله ضعيف جدا. اشتغل 5 سنين مع بيراميدز، ايه الانجاز اللي عمله مع بيراميدز؟ ضعيف. عبد الواحد سيد مدير كوره تمام، شوف مدرب عام مصري ينفع، غير كده ما تجيبش. لو ما فيش ما تجيبش، مش لازم مصري. احمد مجدي ما كانش بيضيف اي حاجه. سامي الشيشيني بيزعق، انا مع سامي الشيشيني يقعد يزعق، لكن محمود فتح الله ملوش لازمه، ما بيزعقش وفنيا ضعيف، وده واضح. وفشل مع بيراميدز وما خلوش مدير فني حتى في الفتره الانتقاليه. ارجوكوا يا اداره الزمالك، الموسم في خطر. جوميز غدر بيك بسبب تقصير منك، ماشي عديها خلاص. هات اللي اقل ريسك، هات اللي اقل ريسك. ادفع مرتبات اللعيبه، ادفع مرتب المدرب اللي هتجيبه، وحط شرط جزائي عالي. ابوس ايدك يا حسين يا لبيب، وعدتنا بحاجات كتير وما جاتش. فوقوا.